بعمل له تخلي الطبق الناس تاكل اكل امهاتهم في البيت ان شاء الله بامر صح الله كده؟ ان شاء الله. مظبوط. وده عندي برضو الكبده العصافير، بياكلوا مكرونه بكبده، السعر بتاعها حنين مش غالي عندي. بكام؟ 35 جنيه طبق مكرونه كبير. دي الكبده العصافير. دي الكبده العصافير. ده شكل الفرخه اللي كانت منقوعه في الزيت. ايوه هي دي. على مالك على مالك. هي بتطلع معاها الرز، بيطلع معاها الملوخيه. الوجبه كامله. الوجبه كامله. يعني انا جيت اكل هنا، جاي اكل في بيتي، جاي اكل هو في ايه؟ هنا اكل بيتي على طول. بحطها. اتعلمت الطبخ منين يا ماما انت؟ من اختي الله يسترها، هي اللي علمتني كل حاجه. انا امي متوفيه وانا عندي 6 سنين. فعندي اختي الله يسترها هي اللي اللي عملت. بص اوري حضرتك كمان، دي بطاطس مطبوخه. يا عيني على الجمال، ما شاء الله ريحتها حلوه. دي بطاطس كمان مطبوخه. بطلعها برضو مع الوجبه. مع الوجبه. هو لما بيجي يطلب وجبه كامله ولا انت بتعملي له ايه؟ هو بيجي يبقى عايز فراخ، عايز ياكل معاها رز، عايز ياكل قصدي معاها ملوخيه، عايز ياكل معاها خضار. كل يوم بعمل خضار شكل. دي عندي الشاورما. دي الشاورما؟ دي شاورما الفراخ بس معموله بشكل مختلف. انا عاملاها عشان ده اكل بيتي. ده اكل بيتي. ده اكل بيتي. الصينيه بيحبها بقى مع المكرونه او بيحبها مع الرز. انت غاويه تخلي الناس تاكل اكل امهاتهم في البيت ان شاء الله بامر الله. صح كده؟ ان شاء الله. مظبوط. وده عندي برضو الكبده العصافير، بياكلوا مكرونه بكبده، السعر بتاعها حنين مش غالي عندي. بكام؟ 35 جنيه طبق مكرونه كبير. دي الكبده العصافير. دي الكبده العصافير. تمام. طبق المكرونه بديلهم كبير، وعليه من فوق الكبده العصافير مع رغيفين العيش والمخلل او السلطه اللي هو بيحبها، وبديها له فيها. هي دي ما شاء الله. وبرضه عندي السجق. عندك سجق برضه اهو مدخن برضه. ده السجق ده برضه السجق المدخن بتاعي برضه. ما شاء الله. برضه بياكلوه مع المكرونه، بياكلوه مع سندوتشات ولا بياكلوه ايه؟ بياكلوا سندوتشات. السندوتش عندي ب 10 جنيه. تمام. وفي اللي بياكل عنده مكرونه بالكبده بالسجق، بياخد الطلب ب 35 جنيه. بياخدوا الطلب ب 35 جنيه. طبق السجق مكرونه بالسجق مع رغيفين العيش ومع المخلل ب 35 جنيه. انت ما شاء الله عليكي. قلتي لي حاجه قبل ما نصور، قلتي لي انا الصبح حاجه. الصبح ببقى شغاله حاجه، واخر النهار ببقى شغاله حاجه ثانيه. واخر النهار بتعملي حاجه ثانيه خالص. اخر النهار بشتغل حاجه ثانيه. انا يمكن الحاجه الوحيده اللي مش شايفها عندك المحشيات. هل بتيجي في يوم وتعملي محشي ولا صعب؟ لا، بيبقى يوم الخميس او يوم الجمعه. المحشي ده بالذات عندي عشان بطلعه مع الفراخ، بعمل المحشي ده يوم الخميس او يوم الجمعه. ما شاء الله، منظر يفتح النفس. بيبقى مع المحشي بقى، وبعمل سمك مقلي وسمك مشوي. تسلم. بعمل كل حاجه.